في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن اكتر موبايل مش مفهوم في سنه 2023. حرفيا انا مش فاهم الموبايل ده بيعمل ايه بالسعر ده. لكن تتخيل ان فئه السي من ريلمي اللي كانت بتنزل ب 2000 جنيه بقت بتنزل دلوقتي بقرب 8000 جنيه. حرفيا الموبايل ده جايب امكانيات غريبه وقليله جدا على السعر. والمشكله بقى ان ريلمي منزله موبايل بسعر متقارب واحسن منه بكتير، وشاومي منزله موبايل ارخص واحسن منه برضه بكتير. فايه حال الموبايل ده؟ انا مش فاهم الصراحه. الموبايل ده هو الريلمي سي 55، موبايل جديد كده من فئه السي من ريلمي اللي هي المفروض كانت بتنزل ب 2000 جنيه 3000 جنيه بالكتير. هوب الفئه دي كده نطت لل7 وال8000 جنيه. وانا مش فاهم حرفيا ايه الحلو في الموبايل ده يخليك تشتريه. الميزه الوحيده اللي فيه حرفيا انه جاي بضمان محلي بس. بمعنى مثلا انت واحد اشتريت الموبايل ده وحصلت فيه مشكله في فتره الضمان، هتقدر بقى ان انت تبدل الشاشه مثلا او تبدل الحاجه اللي باظت في الموبايل ده ببلاش. بس حرفيا دي الميزه الوحيده اللي في الموبايل. فلو انت مهتم بقى تعرف كل حاجه تخص الريلمي سي 55 فكمل معايا الفيديو. خلينا نبدا كده باول حاجه مش مهمه اطلاقا في الموبايل، وهي التصميم. ونقطه التصميم دي بالنسبه لاي موبايل اقتصادي او اي موبايل في الفئه دي في السعر ده دلوقتي بقت حاجه مش مهمه خالص. معاك هنا ظهر من البلاستيك مع برضه فريم من البلاستيك بمسكه الايفونات الجديده. مفيش هنا بقى اي كيرفات في الظهر ولا اي حاجه خالص. الظهر هنا بيبقى جاي مصنفر، ولكن الجزئيه بتاعت الكاميرات كده لامعه شويه، ودي حاجه الصراحه ما عجبتنيش. ولكن فكك عموما لان الحاجه زي دي اذواق، ممكن تعجبك انت وما تعجبنيش انا. والموبايل ده زي ما انت شايف كده هو جايب الكاميرتين، ولكن مفيش هنا عدسه الالترا وايد. وده كده بالصلاه على النبي اول عيب في الموبايل، واحنا لسه بنتكلم عن اول حاجه فيه اصلا. خلينا بقى نقلب كده الموبايل على وشه ونشوف الشاشه بتاعه الموبايل. وهنا الشاشه دي غريبه جدا. الشاشه دي هي اي بي اس ال سي دي. حرفيا بعد الاسعار الجديده بقى والكلام ده كله بقى اغلى موبايل جايب شاشه اي بي اس بقى سعره مثلا ايه 6000 جنيه بالكتير بالكتير. حرفيا بدايه بقى من 6000 جنيه هتبدا تشوف بقى موبايلات شاشه اموليد عادي. الشاشه هنا هي اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس، وتردد الشاشه بيوصل ل 90 هرتز. وده شيء غريب جدا لان ريلمي منزلها الريلمي 10 العادي بشاشه اموليد 90 هرتز وبسعر متقارب جدا حرفيا. فانا مش فاهم برضه شاشه اي بي اس بسعر 7500 جنيه ليه. الغريب والله ان احنا من بالظبط سنه ونص كان بالسعر ده كده تاخد شاشه اموليد، شاشه نظيفه و120 هرتز بقى ومش عارف ايه. كنت تشوف بقى موبايلات زي السامسونج جي 52 اس مثلا، او الريلمي جي تي ماستر اديشن، او الشاومي 11 تي، او الاوبو رينو 6 5 جي في نفس السعر ده، وبتاخد شاشات نظيفه ومعالج مش عارف ايه وتصميم ايه وحاجات كتير قوي. دلوقتي بعد مرور سنه ونص دلوقتي حرفيا بقت شاشات اي بي اس. الشاشه دي والحمد لله جايه هنا بهول بند. انا قلت بقى ما انهم هنا حطوا شاشه اي بي اس فكان الطبيعي ان هم يحطوا نوتش، وده اللي كان ناقص حرفيا، وكده كان الموبايل ده يبقى شاشته متهربه من 2019. ولكن الحمد لله هنا هم حاطين هول بانش. مش بس كده، الهول بانش ده ممكن يتحول لدايناميك ايلاند. ايوه دايناميك ايلاند زي بتاعت ابل، مش زيها قوي بصراحه، ولكن يعني يعتبر ميزه جديده في الموبايل ده، حاجه كده يعوضوك بيها عن اللي جاي. ايه اللي جاي بقى؟ معالج من ميديا تك وهو الهيليو جي 88. والله بص المعالج ده يعتبر مش وحش، ولكن لو انت واحد مهتم بالالعاب بقى والاداء وتبقى واخد اعلى اداء فلا. حرفيا انت عندك موبايل ب 4500 جنيه وربنا يستر ما يكونش سعره زاد عن كده يعني، ولكن الموبايل ده جاي بهيليو جي 80. مفيش فارق يذكر يعني ما بين ال 80 وال 88، يعني مش فارق كتير، وهتاخد نفس تجربه الالعاب تقريبا. ده لو انت مهتم بالالعاب يعني، فانت عندك موبايل ارخص منه بكتير وواخد تقريبا نفس تجربه الالعاب. ولكن عموما الموبايل ده كويس جدا كاداء، هتاخد منه تجربه كويسه جدا مع واجهه ريلمي السلسه. والمعالج عموما مش وحش يعني، فئه سعر الموبايل ده هيديك اداء الصراحه كويس جدا. ولكن زي ما قلت لك لو انت مهتم بالالعاب فانت عندك موبايل ارخص بكتير وجايب معالج يعتبر زيه، ولكن طبعا مع فروقات كتير جدا بقى في الشاشه والبطاريه وكل حاجه. حرفيا الموبايل ده جايب كاميرتين بس. الكارثه مش هنا، الكارثه ان الكاميرا الثانيه هي كاميرا ماكرو. تخيل ان هم شايلين العدسه الالترا وايد وحاطين مكانها الماكرو. حاجه زي دي اصلا كانوا يشيلوا بقى العدسه الثانيه دي خالص ويلغوها. انت هنا عندك كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل بتديك صور كويسه جدا. كل حرفيا ما تدي للموبايل ده اضاءه هيطلع لك صور كويسه جدا، صور فيها تفاصيل حلوه. معالجه الصور بتاعت ريلمي كويسه جدا. السيلفي بقى في الموبايل ده يعتبر سيلفي متواضع جدا. اتكلم هنا ان السيلفي هنا 8 ميجا بكسل ويعتبر عادي جدا بالنسبه لفئه سعر الموبايل. كان المفروض يبقى احسن من كده شويه. والموبايل ده اخره تصوير الفيديو بالكاميرتين 1080 30 فريم في الثانيه. نيجي الكارثه كمان، الموبايل ده ما فيهوش صوت ستيريو، ومش عارف ليه بس صوت المونو بتاع ريلمي اقل بكتير من صوت المونو بتاع اوبو. انا جربت الاثنين وحرفيا صوت المونو بتاع اوبو احسن كتير. ما تفهمش بقى في مشكله في السوفت وير بتاع الصوت ولا ايه بالظبط، بس صوت المونو بتاع ريلمي بقى وحش. ما تفهمنيش غلط يعني، بس انت لو ناقل من صوت مونو في شركه اوبو ونقلت الريلمي وخدت برده موبايل مونو بيبقى في فرق كده بصراحه، مش عارف ايه السبب يعني. ولكن الحمد لله عندك هنا مدخل 3.5 مللي عشان بقى تاخد صوت من ناحيتين في الالعاب وكده. كمان عندك هنا البروكسيميتي سنسور، هو هنا هاردوير كعاده ريلمي، والشبكات بقى والبصمه والكلام ده كله ما فيش اسرع من كده حرفيا. دي كده برده من ضمن المميزات اللي في الموبايل ده، واي موبايل ريلمي ممكن تشتريه بيدوك الصراحه تجربه محترمه جدا من ناحيه الشبكات، سرعه البصمه والكلام ده. كمان السوفت وير بيبقى سريع جدا، بيستحمل اضعف معالج. عايز اقول لك انا معايا موبايل من اوبو بقاله تقريبا 5 سنين، واجهه اوبو ريلمي 1 اصلا، والموبايل ده جايب معالج الهيليو بي 60. حرفيا معالج انقرض اصلا، معالج مش فاكر كان كام نانو متر اصلا، ولكن لحد الان بيأدي كويس جدا مع واجهه اوبو. ما تفهمش ايه السر في الواجهه بتاعت اوبو ريلمي الصراحه، ولكن بيأدوا على اضعف معالج. نيجي بقى دلوقتي لبطاريه الشيء ده. الشيء ده جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، وبصراحه على سمك الموبايل ده
7.9 مللي، فده شيء كويس جدا. وسرعه شحن الموبايل ده 33 واط زي اي موبايل تقريبا في الفئه دي. الموبايل ده بيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعه بالظبط. الموبايل ده نازل رسمي في مصر بسعر 7500 جنيه للنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا. طب ليه انا شايف السعر ده كارثي؟ انا شايف ان السعر ده كارثي لانك لو زودت مثلا 500 600 700 جنيه هتلاقي عندك موبايل زي الريلمي 10 من ريلمي نفسها عادي. ولو نزلت حرفيا شويه حلوين في السعر ل 6500 جنيه ولا حاجه هتلاقي الريدمي نوت 12. انا عارف ان في تضحيات كتير في الريدمي نوت 12 زي المعالج مثلا والسوفت وير التقيل ومفيش بروكسيميتي سنسور، ولكن الشاشه اللي انضف كتير جدا، شاشه اموليد 120 هرتز. فالموبايل ده لو كان نزل مثلا بسعر 6000 جنيه ولا حاجه كان هيبقى معقول. كنا ساعتها هنقول بقى يا اما تاخد موبايل مستقر من ريلمي او موبايل بامكانيات اعلى ولكن في مشاكل في السوفت وير عند شاومي وكده. لكن كون ان هو نازل بقى في سعر منافس للريلمي 10 فده بيخليه منافس ليهم، وده مش حاصل لان الموبايل ده اصلا مش منافس ليهم اطلاقا. فخلاص الكلام يعني انا شايف ان الموبايل ده غالي مش حلو اطلاقا بالنسبه لسعره. ولو عايز بديل يعني فتقدر تزود شويه وتاخد الريلمي 10 بشاشه اموليد بقى ومعالج هيليو جي 99 هيديك اداء احسن كتير مع بقى تجربه كاميرات احسن. فبس كده دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي. سلام.